اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعملوا اكله محشي كده. حطيت هنا حبه زيت حلوين كده، وهنزل حبه بصل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هديله لون ذهبي بسيط كده. يعني حبه ملح، حبه فلفل، واسيبه بقى ياخد لون حلو كده ونرجع له بقى. وهنا حطيت حله هنا تاخد تسخن. وهنا مسكت فراخ غسلتها. انا جبت فرخه غسلتها كويس ونقعتها محلول النقع بتاعها، وتبلتها بملح وفلفل وبصلايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى كده بالفراخ واحده واحده كده. اديها صدمه كده عايزه اشوحها في الاول كده. وانا غليلها ميه كمان عشان انزل بيها على طول. صلوا بقى على الرسول عليه الصلاه والسلام. واسيبها بقى تتشوح كده حلو ونرجع مع بعض. اهو بقى يا حبيبي خلاص اتشوحت الفراخ حلو قوي كده. انزل بقى عليها بميه سخنه كده. هنزل على الفراخ دي كده بليمونه وورقه اللورة وكم حته فلفل كده وكم فص ثوم. بس هسيبها بقى تغلي كده غلوه حلوه. لو هي مش هتطلع ان شاء الله اي حاجه، لو طلعت اي حاجه هشيلها وبعد كده انزل بطماطمايه مضروبه بس كده. هنزودها كمان حبه شوربه عشان طبعا نزود المحشي ونغطي البصل اهي. بصوا اهي شغاله معايا. انا حطيت فيها بس ورقه لورا كده. انا هديها بس لون بسيط خالص، يعني بضيع طعم بس البصل الني ده. وهنرجع تاني مع بعض. اهو بقى يا حبيبي خلاص خدت اللون اللي انا عايزاه كده. هنزل بقى بتوم على فلفل دقات، وهديله برضه تشويحه كده. وبقى بس طعم الثوم الني كده. وانا حطيت حله ميه مغليه على النار، وحطيت فيها حبه ملح، وحطيت سلقت فيها الكرنبايه عشان ما اطولش عليكم. يعني احنا سلقناها قبل كده مع بعض. صلوا بقى على الرسول عليه الصلاه والسلام. ما تنسوناش بقى الاشتراك اللي مش مشترك، وخدوا كده جوله في القناه واللايك بتاعكم الجميل. بص شميت ريحه التومه كده. يبقى كده خلاص اطفي عليها بقى واروح على الرخامه نكمل. اهو يا حبيبي بقى هنزل بطماطمايه بقى المضروبه دي كده على الشوربه، وهوطي عليها بقى تتسلق على راحتها. وطيت عليها اهو، وهسيبها بقى تتسلق على مهلها. اهو خلاص يا حبيبي اهو. هروح بقى على الرخامه نكمل بقى بقية حاجتنا. اهو بقى يا حبيبي دي الكرنبايه اللي انا سلقتها، وبعد ما سلقتها شطفتها كده وسبتها تتصفى. ودي الصلصه انا سبكتها صلصه بس، يعني طماطم ضربتها واتسبكت بس من غير اي اضافات، حبه سكر بس، ما حطيتلهاش اي حاجه تانية. وده الفلفل اللي انا مسكته نضفته كده وقورته من جوه كده، وغسلته برده وسبته يتصفى. وهنا معايا شبت وبقدونس وكزبره وحزمه نعناع. والرز برده غسلته وصفيته. الخضره غسلتها كويس وصفيتها. هننزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم على الطماطم دي كده. حبه خضره كويسين يا جماعه، هو المحشي بيحب الخضره، خلي بالكم.
وهجيب برضو البصلة اللي انا عملناها سوا. وهنزل بقى بالبصلة اللي انا عملتها كده على النار. وانا هعمل المحشي في نفس الحلة دي، عشان كده انا عملت فيها البصل، عشان ما نعملش مواعين كتير يعني. هنزل بقى بمعلقة فلفل اسود كده، وحبة شطة، رشة كمون بسيطة كده. وحطيت حبة كمون انا نسيت اقول لكم في مية السلق، عشان الانتفاخ بتاع الكرنب يعني يعني ريحة الكرنب تبقى حلوة. واحط بقى اظبط الملح كده، وهنزل برضو بمعلقة هريسة شطة، معلقة حلوة كده. وهمسك بقى ده كله كده ادعكه في بعضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعكه كله حلو في بعضه ونرجع مع بعض. اهو بقى يا حبيبي خلاص انا دعكت الخلطة كلها في بعضها. همسك بقى بسم الله الرحمن الرحيم الفلفل كده هحشيه اهو. ومملهوش على الاخر، خلي حبة كده عشان هو الرز طبعا بيزيد اهو. واحطه في الصينية كده. وخلاص الفراخ طبعا على النار بتتسلق اهي، وانا مهديه عليها النار. خلي بالكوا الطيور اللحمة والفراخ والحاجات دي لما بنهدي عليها النار وهي بتستوي بتدي طعم حلو، وبتستوي اسرع كمان اهو. هحشي بقى الكرنب بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هقعد بقى كده الف واحده واحده كده اهو. وفي نفس الحله اللي انا عملت فيها البصله دي هروح نازله بالمحشي كده اهو اهو. هرصه كله كده جنب بعضه. صلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اهو. اهو يا حبايبي سهل ما بياخدش حاجه، خلي بالكم اهو. هكمل انا بقى كله ونرجع مع بعض اهو يا حبيبي. بقى ولعت على حله بسم الله الرحمن الرحيم. هزود بقى شوربه، ما غطوش برضو للاخر. اهو بقى يا حبيبي احط الشوربه وهروح حاطه له حته زبده بلدي كده على الوش، وهغطيه بقى كده بالطبق ده كده، وهسيبه يستوي على راحته. وكله احلى محشي بقى كرنب. وهنا بقى ده الفلفل بزوده برضو كده وولع عليه. انا ولعت عليه النار اهو بس كده، مش هزوده اكتر اهو. بصوا هسيبه بقى يستوي ونرجع بقى نقدمه مع بعض. المحشي طبعا الكرنب ده هيتشرب
وهوطي عليه خالص، يعني اول ما يشرب الشوربه بتاعته دي هروح موطيه عليه يتشرب بقى، ونقدم الاكل مع بعض. وهحمر انا بقى الفراخ ونقدم الاكل ايه مع بعض. اهو يا حبايبي خلاص بقى عرفنا اكلنا. الفراخ حمرتها انا بقى اهي، وادي المحشي اللي احنا عملناه سوا. هيعجبكم جدا ان شاء الله اما تجربوه، زي العسل اهو، كل صباع بصباع اهو. وده الفلفل انا بعد ما استوى حطيته تحت الشوايه، انا ولادي بيحبوه يعني ايه تحت الشوايه ياخد لون كده. اوقات بعمله كده واوقات كده بس. وده وحطيت شوربه، وده كان غدانا النهارده. ومتنسوناش بقى بالاشتراك اللي مش مشترك، وخدوا كده جوله في القناه، واللايك بتاعكم الجميل وكومنت حلو منكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.